حديثي اليوم عن هذا الكتاب، وهذا الكتاب صدر مؤخرا. مؤلف الكتاب الشاب بدر الإبراهيم والشاب محمد الصادق، وهما نعم مؤلفان، وهما من شباب الشيعة، وهم من أهل القطيف، ويغلب عليهم يعني الفكر التنويري. وهذا الكتاب الحراك الشيعي صدر عن دار الشبكة العربية للأبحاث والنشر، وهذا الكتاب موجود هذا الكتاب موجود في معرض الكتاب، والحقيقة أني أخذت الكتاب من المعرض في أول أيام المعرض وقرأت فيه، والحقيقة أن هذا الكتاب من أجمل ما قرأت عن الحركات الشيعية الثورية في السعودية، وفيه رصد تاريخي، وتميز الباحثان بأنهما يعني عندهما اطلاع كامل على كل ما يجري في الساحة الشيعية، وهما مطلعان على الفكر الإنساني، ومثقفان من الطراز النادر، عندهما ثقافة عالية جدا، وقراءاتهما جيدة، واستشهاداتهما بكتب الكثير من المفكرين والفلاسفة استشهادات جيدة وفي محلها. هذا الكتاب الحراك الشيعي يهتم بالحركات السياسية التي ظهرت في المجتمع الشيعي بعد الثورة الشيعية في إيران، بعد ثورة الخميني عام 1979. وهذه الحركات السياسية التي ظهرت في المؤلفة ما زالوا شيعة. المؤلف بدر الإبراهيم ومحمد الصادق، المؤلفين بدر الإبراهيم وبدر الإبراهيم من المثقفين المعروفين في المجتمع، وعنده حساب في التويتر واطلعت على حسابه، وكذلك محمد الصادق، وهما شباب من تيار التنوير في الفكر الشيعي. وبدر الإبراهيم ومحمد الصادق يتميزا بميزة، وهي أنهما موضوعيين وأنهما ليسا بطائفيين، فما عندهم شيء من الطائفية والبكاء على مظلومية أتباع أهل البيت والظلم والاستبداد اللي يقع على أتباع أهل البيت ومن الوهابية. فهالنفس هالعقدة، هذه عقدة المظلومية، عقدة الاضطهاد اللي يحس بها الشيعة عموما، قد يعني سلم منها، ولذلك ظهر هذا الكتاب بهذه الصورة. والكتاب جميل جدا، وأوصي السادة المشاهدين بشرائه وبقراءته، فهذا الكتاب هو إضافة قيمة وجيدة للمكتبة الإسلامية، خصوصا أن المصادر والكتب التي تتحدث عن الحركات والتنظيمات الشيعية في السعودية كتب يعني قليلة وضعيفة في الجملة. يعني كان في كتاب عادل اللباد وهو من التيار الشيرازي، وظهر في كتابه ونقد التيار الشيرازي، لكن كتاب عادل اللباد يعني لا يقارن بهذا الكتاب على الإطلاق. على الإطلاق أنا قرأت كتاب عادل اللباد، هذا أكثر رصد وأكثر متابعة، وتتبع كل الحركات والتنظيمات الشيعية الثورية التي ظهرت في المجتمع. هذا الكتاب كتاب في غاية الروعة وجميل، ومعلوماته قيمة وموثقة، ويعني ظهر نفس الكاتبين أن في الكتاب عندهم نفس يعني فكري وموضوعي أكثر من غيرهما، ولم أرى في هذا الكتاب ذلك النفس الطائفي الذي يفسد كتابات الكتاب الشيعة. وهو ناقد، ينقد هذه الحركات الشيعية التي ظهرت بعد الثورة الإسلامية، ويبين أخطاءها التنظيمية، أخطاءها الفكرية،
يصورها هذه الأخطاء والممارسات التي قامت في الفترة من بعد 1979. فأنا أنصح القراء بقراءة هذا الكتاب. ناقد من الداخل.